خير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده الفاش بتاع الافران للاولاد. اللي عايزه طري يعمله طري، واللي عايزه ناشف يعمله ناشف. انا هقول لكم الطريقتين عاملين ازاي، يعني ازاي يبقى ناشف وازاي يبقى طري. ومعانا المكونات. انا معايا نص كيلو من الدقيق، معايا لبن، ممكن تستبدلي اللبن بميه دافيه، معايا 3 معالق من السكر، معايا معلقه كبيره من الكركم، معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره خميره، ومعلقه ونص سمسم، ونص معلقه سمنه بلدي، ومعايا كوبايه زيت، ومعايا رشه ملح. هنحط المكونات السائله كلها، هنضيف المكونات كلها على بعضها كده. الخميره والبيكنج باودر هنضيفهم، وهضيف معلقة الكركم، وهضيف معاكم السكر الطريقة اللي احنا شايفينها دي، وهنحط كمان السمسم، وهضيف نص معلقة السمنة البلدي. ده اختياري، يعني السمنة دي من عندنا، حابين تعملوها حابين، مش حابين خلاص. هضيف الزيت، تلت كوباية زيت، هنقلبهم كويس مع بعض لغاية ما المكونات كلها تندمج مع بعض، وانزل باللبن. مش حابة لبن، هو بيتعمل اساسا بالمية، يعني الناس اللي بتبيعه في المحلات دي مش بتعمله باللبن، ده شيء طبيعي، بس احنا بنعمله لاولادنا فبعمله انا باللبن. انتوا مش حابة اللبن اعملي بالمية الدافية، عادي، كله عادي. هننزل كده باللبن تدريجي، وهضطر اعجن بقى كده والم مع بعض العجينة. واللبن دافي، يعني اللبن معايا دافي، ما هوش سخن، بدرجة حرارة الغرفة كده. نحاول نلم العجينة معانا كده بالطريقة دي، نحط لبن حسب الرغبة، وكل ما اللبن ياخد مية تعرفي ان اللبن ده، كل ما الدقيق ياخد لبن تعرفي ان الدقيق ده نوعه حلو قوي قوي. نعجن مع بعض بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ميه لبن حسب ما الدقيق ياخد معايا، يعني مفيش حد يعرف يقول لك مثلا كوبايتين لبن على نص دقيق، نص كيلو دقيق. ممكن يكون الدقيق ما بيشربش، يمكن يكون عرقه مش حلو، فياخد كوبايه واحده، فالحاجه تبقى تحت ايدك، وتبع ما العجينه تلين معاكي، لان العجينه يبقى خلاص تكتفي على كده. ما كانش هتفضلي تضيفي لغايه ما تبقى عجينه متجانسه معاكي وطريه وجميله. انا هكمل العجن بالطريقه دي، وهوريكم شكلها عامل ازاي في الاخر. كده يا حبايبي ما شاء الله لمت معايا بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، ولونها جميل، وريحه الكركم ما شاء الله جميله جميله جميله. هو مش محتاج عجن كتير، الريحه ما شاء الله ما شاء الله. كده انا لميت العجينه معايا ده. انا هسيبها كده نص ساعه اما يتضاعف حجمها والخميره تشتغل، واوريكم هنعمل ايه خطوه بخطوه ان شاء الله. كده يا حبايبي شكلها بعد ما خمرت معانا. انا سبتها نص ساعه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، ما شاء الله. شايفين السمك الخميره؟ احنا هناخدها كده على الرخامه، هنطلع منها الهواء، وهقسمها 2. هنقسمها 2 معانا كده. هاخد قطعه احطها في جنب، والتانيه هفردها معاكم بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. الفرد ده بيطلع الهواء اللي فيها. انا كده بطلع الهواء ما شاء الله. الريحه جميله قوي 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 بتاعتها ما شاء الله. شايفين كده؟ خليها بنفس السمك اللي كده بس. خلاص هو ده السمك اللي انا عايزاه. هلف كده زي الرول كده، زي ما احنا شايفين كده كده. هلفها معانا رول بالطريقه دي كده بس كده، وارجع بقى تقلبها هنا عشان اقفل تقفيل سليم.
ده اهم حاجة معايا التقفيل ده. شايفين الضغطة اللي انا بضغطها دي؟ تضغطوا معايا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، كده كده كده، ونقفل مع بعض معايا. ودي تبقى في ارضية، يعني ايه؟ يبقى كده وشها اللي فوق، واللي احنا قافلينه ده هو اللي تحت عشان ما يفكش مننا. هنعمل التانية معاكم بالطريقة دي ونشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، بفرد معاكم التانية، شايفين كده. اهم حاجة العرض مش الطول، يعني اهم حاجة تفرديها بالتساوي كده. كده خلصنا. انا عايزة السم كده، هعملها زي الرول تاني زي التانية بالظبط. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده هلف كده على الواسع كده كده كده، وارجع اقفل تاني، يعني اعدلها كده. وبرده ضغطة بسيطة 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 كده زي ما انا بضغط، بقفل بايدي كده، وده مهم جدا عشان ما تفتحش معايا. كده 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 كده، واضغط عليها من هنا ضغطة بسيطة كده كده. انا دهنت معايا الصينية بمادة دهنية وحطيتها معايا كده. هحط التانية كمان جنبها هنا، واسيبهم كمان 10 دقايق بالظبط علشان يخمروا تاني. 10 دقايق ل20 دقيقة، تبع نوع الخميرة بتاعتك. اللي لقيتيها رفعت معاكي تاني، دخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهنرجع نقطعها مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يا ريت تنتظرونا. كده يا حبايبي انا جبتها تلت ساعة في الفرن. ولعت الشوايه من فوق، ما كملتش دقيقه، اقل من نص دقيقه، ادت معايا اللون الحلو ده. ده شكلها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. نقول خطوه مهمه قوي قوي قوي. لو عايزاها طريه، لو عايزاها طريه تاخديها من النار كده، تقطعيها وتسيبيها بالوضع ده. طب لو انت عايزاها ناشفه، ترجعيها تاني، تقطعيها وترجعيها تاني في نفس الصينيه، تحطها على الرف التحتاني خالص، وتسيبيها دقيقتين وتقلبيها على الوش التاني. هنشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. هقطعها معاكم كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفينها كده؟ شايفينها من فوق ومن تحت؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هقطع معاكم كمان خرطة كده، شايفينها؟ شايفين حلاوته وطعمته؟ هقطع معاكم بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سخن، المفروض يتساب اما يطرى، يعني المفروض يتساب اما يبرد. طيب احنا عملنا كده الخرطتين دول عشان ما نبوظش الباقي، زي ما احنا شايفين كده من بره ومن جوه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. طيب انا علشان اخليه ناشف، يعني انا هنشف واحده وهسيب واحده طريه عشان اعمل فيها مربى وحاجات للعيال في السندوتشات. عشان انشف واحده اعمل ايه؟ اقطعها مربعات زي ما انتم شايفين كده، وبعدين احط الحته دي الاتجاه ده تحت في ارضيه الصينيه، ونحطه على الشوايه من تحت ونسيبه دقيقتين ونقلب على الوجه التاني، وبكده هتنشف معايا. ده كان الشكل النهائي ليها. ده كان الشكل النهائي ليها بعد ما طلعتها من الفرن. يا ريت تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.